الخطة تقضي بالطلب إلى الإخوان المسلمين التنسيق مع إخوانهم في سوريا والخليج لنقل التجربة السورية إلى مصر وتطهيرها من الملحدين وخوارج الدين. غرفة عمليات هذه الخطة موجودة في هرتزيليا وضواحي يافا، وقاعدتها البحرية البريطانية في داخليا القبرصية المسؤولة عن الإشراف على إيصال الأسلحة برا وبحرا إلى السواحل المصرية من ليبيا، فيما تتولى قوات فرنسية تدريب المجندين العرب على الأسلحة الجديدة التي ستدخل إلى مصر، على أن تكون سيناء مركز إعداد التدريب بمساعدة حماس. أهداف الخطة الأولية: العمل على إطالة الأزمة، محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، إدخال حماس في المعركة، فصل سيناء عن مصر وإلحاقها بغزة، إرهاق البورصة المصرية. حضر الاجتماع في عمان إلى بندر بن سلطان مندوبون عن الخارجية الأمريكية ومندوب تركي، وقد نقل بندر المذكرة إلى الملك عبد الله في السعودية وأبلغه أن الأمريكيين وافقوا عليها، غير أن الملك رفض وقال: هل تريد مني أن أدعم جماعات سبق أن شكلت خلايا عندي وفي الإمارات؟ أرسلت المذكرة إلى البنتاغون الذي أبلغ الملك السعودي أنه لا يوافق عليها، ومن هناك أوفد البنتاغون مبعوثين إلى السيسي لإخطاره بالأمر وإعطائه معلومات عن أماكن تخزين الأسلحة، فما كان من وزير الدفاع إلا أن وضع يده على الخطة وأوقف 3 كونتينرات من الأسلحة كانت قد وصلت من ليبيا تبعا لما هو مرسوم. ومن الخطوات الوقائية أن السيسي أرسل الجيش إلى سيناء، حيث للبدو سلطة هناك، إذ كان من المقرر إشراكهم في عملية فصل سيناء عن مصر وضمها إلى غزة، وبموجب الضم تخرج إسرائيل وتقول إن سيناء وغزة من أعدائنا، ثم تعيد احتلال المنطقة من جذورها المصرية. في أثناء سيطرة الجيش المصري رصدت مكالمة بين مرسي وإسماعيل هنية، ومكالمة أخرى عدت إدانة لمرسي في السير في الخطة المصرية. اتهم مرسي بالتآمر والتخابر مع حماس، وبدأ السيسي بتطبيق خطة الدفاع عن مصر ومصادرة السلاح وتنظيف سيناء بعدما رفع البدو لواء الجيش والبحث عن مستودعات الأسلحة الخاصة بالإخوان في المدن المصرية.